كنا عندنا هدف، كنا عندنا أهداف، ولكن كاينة اللي كتعرف تحقق الأهداف ديالها وكاينة اللي ما كتعرفش تحقق الأهداف ديالها. كاينة اللي كترسم خطة وكتنجح لها، وكاينة اللي كترسم خطة وكتديها الهوية. كاينة اللي ديك الخطة اللي هي سماتها ما ندماتش عليها، وكاينة اللي قالت لا الاختيارات ديالي كانوا خاطئين وهما اللي دمروني وهما اللي خلاوني اللور وهما اللي خلاو راس المال ديالي ما يزيدش لقدام يرجع اللور، وهما اللي خلاوني في هذه الخسارة هذه. الناس داروا انا ما درتش، الناس حققوا اهدافهم وانا ما حققتش اهدافي. شوفي اليوم ان شاء الله غنعلمك كيفاش ديري تحققي الاهداف ديالك رغم شحال ما كانت كبيره غتحققيها، وغتوصلي للهدف ديالك وغادي نرسمو خطه ناجحه باذن الله. علاش؟ لحقاش حنا في واحد الوقيته راه كل مره كتعلمي درس، وما يمكنش ليك تعلمي درس فابور. راه يا اما كتعلميه بالفلوس، يا اما كتعلميه بصحتك، يا اما كتعلميه بالنفسيه ديالك. راه كل ترخيصه بتعليمها، راه ما كايناش شي حاجه فابور، راه والله ما تاخديش حاجه من الدنيا فابور. يا اما غتدفعي فيها المال، يا اما غتدفعي فيها صحتك، يا اما غتدفعي فيها الجهد ديالك والنفسيه ديالك. راه ضروري ما غتدي منك شي حاجه باش عاد كدير لك الراس. لحقاش الا تعلمتي فابور ما غديريش الراس، الا ما دازتش عليك وتحكيتي مع الزمان والله لا دازتي الراس. لحقاش حنا من الطبع ديالنا انسان كنساو، فهمتي؟ يعني عندنا النسيان، فهمتي؟ يعني كديري شي حاجه مثلا كتجيك شي خطيه الله يستر كبيره وكتخلصيها وكتبقاي كتحاكي وديري، كدوز عام كتنسايها وكترديها غير ضحك، ويلا هذه راه خلصت الخطيه، ولا هذه راه ما عرفت شنو، ولا هذه راه مثلا راه بنادم راه غدرها، راه بنادم راه وصلها للموت، راه بنادم ما عرف شنو دار لها ونسات. ايوا وهذا الشيء غير يعني غير تصدقات وما نعرفش شنو كلات العصا ونسات، وكل ما كلاتش العصا لا غدا ليه غتنسى. فهمتوا؟ يعني حنا ولاد اليوم، كنتي في 20 في 30 في 40 في 50 في 60 حنا ولاد اليوم. شتي واخا تكون عندك 80 سنه ما حد الروح باقا كتطلع وتهبط فيك، انتي بنت اليوم. فهمتي؟ وعيشي مزيان، كلي مزيان، شربي مزيان، تساري مزيان، ديري التخطيط مزيان، والاعمار راه بيد الله سبحانه وتعالى. راه ما كاينش مول 80 كيموت ومول 20 كيبقاو، راه كل مره كتخطف واحد، مره من الصغير، مره من الكبير، مره من المريض، مره من الصحيح، وهي غاده. فهمتوا؟ ونبداو على بركه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ الحمد لله. إلا وصلتي حتى لهنا ما تنسينيش من اللايك، حيت فعلا اختي راني كنستاهلها. راه كنكون مريضه وعيانه وكنقول لا ضروري خصني نفيدهم، ضروري خصني نقدم لهم شي معلومه، لحقاش فعلا كاين الناس اللي كيستافدوا، كاين الناس كيستافدوا، كاين الناس اللي ما كيستافدوش، وهذه هي الدنيا. نقدر انا نقنعك، نقدر ما نقنعكش، تقدر تكون كتقنعك وحده اخرى، يعني كل وحده من كترتاح. الا كنتي كترتاحي ليا انا كشخص كشيماء، كنجيك قريبه عليك، كنجيك يعني هذا الشيء كنقدم لك من الواقع، فما تنسينيش من اللايك، وما تنسيش تشترك معايا في القناه الا كنتي ما مشتركاش فيها، وبارطاجيها مع الحباب والصحاب ديالك الصحيبه. نبقاو محصورين ديما، خصنا نزيدو لقدام، خصني ندير هدف 100 كا، نوصلوا اختي ل 100 كا، واخا بعيده ولكن حتى حاجه ما تبعد عند الله سبحانه وتعالى. انا اختي ما كنخدمش، انا فيا لافوت كنت كنخدم وكنحط كل نهار وكل نهار الجديد، كل نهار مواضيع جديده كراني فتها، ولكن لافوت فيا ماشي فيكم وماشي في اليوتيوب. واختي بنادم هو اللي يعترف بالذنب ديالو، هو اللي يعترف بالخطا ديالو باش يغير، باش يصلح وباش ان شاء الله يزيد القدام. ما عليناش دابا نوصلوا للاهداف. عندك هدف، شنو هو الهدف ديالك؟ كتبي لي دابا الهدف ديالك شنو هو؟ تشري دار، تشري طوموبيل، تشري شي سرتله ديال الذهب، بنية الاستثمار. حيت راه فرق ما بين التجاره، ما بين الاستثمار وما بين التجاره. التجاره كنربحوا كل نهار، ولكن الاستثمار كنربحوا على المدى البعيد. يعني شنو هو الاستثمار؟ هي مثلا انا غناخذ واحد 20 مليون ديال الذهب وغادي نخليها من واحد 5 سنين 10 سنين 15 عام ترجع لي واحد 60. هذا الاستثمار. كنكون غير ناعسه والبورصه هي اللي يا غطلع لي داك الذهب اللي عندي يا غتهبطوك، انا ناعسه والبورصه كل نهار كتزيدني واحد النسبه في المية. هذا استثمار. التجاره لا، التجاره خصك تجيبي السلعه وتخدمي عليها وتبريزونطيها على الناس وهذه 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 وهذه، ولكن كتربحي كل نهار. يعني شحال ما جاتك من مبيعه شحال ما جاك ديال الربح.
فهمتي؟ يعني هذه غير وضحت لكم شنو كاين بالنسبه للناس اللي الهدف ديالهم انهم يديروا شي سلسله ديال الذهب، او لا الهدف ديالك انك تاخدي واحد الطوموبيل. ديك الطوموبيل اللي انت غتاخديها مثلا القيمه ديالها ساويه في هذا الوقت هذه واحد 8 ديال المليون او لا 10 ديال المليون. لحقاش فاش كنهضروا على 8 ولا 10 ديال المليون على الاقل كتدي شي حاجه ايسونس، وفي نفس الوقت ما كتبقايش كل مره كتديها للميكانيك. وحتى الا خديتيها مازوت ما كتديهاش كل مره للميكانيك، هي بطبيعه الحال راه كتخلصي لها الضريبه وتخلصي لها لاسيرونس وتخلصي لها، يعني بعد شي مره كتخرج لك شي حاجه على غفله من الجنب. آه المازوط ديالها تقدر تكون كتاكل تقدر تكون ما كتاكلش، ولكن ما نساوش انها عمليه بزاف. راه الناس اللي عندهم الطوموبيل راه ما يقدروش يتصوروا حياتهم بلا طوموبيل. الناس اللي ما عندهمش الطوموبيل راه ولفوا ديك المعيشه مثلا ديال الطاكسي الطوبيس هذه مقاتلين معاها، ولكن النهار فاش غيذوقوا الطوموبيل والراحه ديال الطوموبيل راه والله واخا ما عرفت شنو يوقع ما يقدروش يستغنوا عليها. فهمتي؟ لحقاش فعلا وفاش كتكوني في شي بلاصه اللي هي ما فيهاش ترونسبور. حاليا ولينا كنعانيو مثلا الطاكسي كيقول لك فين غتمشي ديك البلاصه انا ما وصلنيهاش، الطوبيس كتلقايه بلان، يعني البلايص عامرين وكيزيد يعمر، كيوقع بزاف ديال الحوايج بزاف ديال المناكر كيوقعوا في داك الطوبيس. يعني كتقول اللهم الطوموبيل. شحال من وحده باعت ذهبها باش دارت الطوموبيل، شحال من وحده دارت ماشي التقشف ولكن مثلا كتخسر 3000 درهم ولات كتخسر غير 1500 درهم باش دير الطوموبيل، لحقاش الا ما زيراتش راسها ما غاديش ديرها. اولا الدار مثلا فاش كيكونوا عندك الوليدات وكتكوني انت كاريه في واحد البلاصه، احياء شعبيه كيكونوا رخاصين، مازال الاحياء مازال فاش كتكوني مثلا كاريه واحد البارطمان، ديك البارطمان انا اي واحد كيكري كنصحو يكري بارطمان. كتكري بارطمان ماك ديالك، دوك ديالك، بابك بوحدك، ما كاينش اللي كيقرقب عليك، ما كاينش يعني واحد ما كيتحكم فيك. هذيك اللي كاريه لك البارطمان راه كتكون في شي بلاصه بعيده انت كتفيرسي لها الفلوس ديالها. اما فاش كتكوني ساكنه مع مولاة الدار وكانت مثلا شي مجواعه وكانت شي وحده دايرها على الجوع وكانت شي وحده مريضه يعني مريضه، كتبقى عليك الباب تزدح ودقيتي ليا مسمار في الحيط شنو كدير؟ كتعقد ديك السيده اللي ساكنه عندها، كتولي ديك السيده معصبه غير مع ولادها. شنو ما تفتحوش الباب طان وتنوض تضرب فيهم، تبغي دير غير شي حاجه في الحيط يعني الحريه تخيلي كتخلص 1000 ولا 1500 ولا 2000 درهم في الشهر وما لاقياش الحريه ديالها. فديك شنو كدير؟ كتقول نمشي للابناك، نمشي للبنكه هكا باش زعما اللهم الربا ولا المعيشه مع هذوك كتمشي لاكبر غلط. داك الغلط عاوتاني راه حرب مع الله، الربا حرب مع الله، يعني ما يمكنش تهربي من مصيبه غطيحي في مصيبه اكثر منها. فهمتي؟ يعني هنا شنو كنديروا؟ كنبقاو كنجلسوا الورقه والستيلو، غادي نشد ورقه وستيلو وغادي ندير لا ليست ديال الهري، لا ليست ديال الخضر والفواكه، لا ليست ديال اللحوم. انا الهري عندي فيه الثانويات بزاف وانا غير كاريه، وعندي الثانويات دايره لي صوص، دايره الفرماج اللي اصلا المهدراج ماشي صحي، دايره داكشي كامل راه بامكاني انني نستغنى عليه، فغادي نستغنى عليه. فشنو غندير دارت، غادي نبقى كنجمع شويه ونشري الذهب، نجمع شويه ونشري الذهب. يعني هنا فين كيولي الاستثمار. داك الذهب فاش كتشريه يعني الذهب القيمه ديالو كتزاد، الفلوس القيمه ديالها ما كتزادش. فهمتي؟ يعني هادو هما الناس صحاب الاهداف، هادو ناس صحاب الاهداف. يا اما غتكري في دار اللي ما يكونوش فيها مالين الدار باش ما يعقدوكش، وكاينين ماشي كلهم، راه كاينين الناس اللي مزيانين. كاينه مولاة الدار اللي الله يعمرها سلعه، كاينه اللي تسكني معاها تحس كتقول لك شوفي يا بنتي انت كتعطيني فلوسك كتعطيني رزقك، هذه راه دارك وانت حره فيها. ودابا انا كنقول مثلا عن نفسي، انا نهضر لك على راسي مثلا، انا عندي الدار، عندي جوج طباقي خاويين ما كارياهمش. كنقول مثلا كنت كنفكر انني غادي نكريهم غنصلحهم نفس هما اصلا راه مصلوحين نفس الاصلاح اللي عندي انا، والكوزينه غندير حتى هي الام دي اف داكشي اللي بغيتو لراسي. ولكن ما غنبقاش راده البال ياك ما حلات البلاكار بالجهد، ياك ما سداتو بالجهد، عندي الباب ديال الزنقه كلها زاج، ياك ما زدحاتو يتهرس لي داك الزاج. داكشي ما غنفكرش فيه. علاش طلعت للسطح، علاش دارس، ما غنفكرش في داكشي. علاش؟ لحقاش غادي نقول انا راني كنستافد منها، راه كتعطيني واحد المبلغ، داك المبلغ راه غناكل منه شويه وغنخزن شويه، غناكل شويه وغنخزن شويه. النهار فاش ديك السيده غتخرج بحالها غنجبد واحد 5000 درهم
ولا 10,000 درهم، وغادي نشوف البلاكارات تخسروا غنعاود لهم بيزيكراس، الصباغات تقشرات غنعاود نصبغها، الزليج ما بقاش زليج راه قرعه ديطرو ديال الماء الزليج غتكوبيه عليها غيولي كيشقشق. يعني علاش انا غادي نعيش ديك السيده هذيك يعني كتعطيني رزقها ونبقى معيشها في الضغط؟ فهمتوا؟ وانا دابا حاليا ما باغاش نكري علاش، حيت انا عندي مثلا 4 ديال الوليدات، خايفه لا تجي شي وحده اللي تزير عليا، هي تصدق مزيره عليا انا مثلا. اللهم كنقول راحه ولادي هي الاولى وراحتي هي الاولى، ما كتهمنيش الفلوس. مثلا الدار غتجيب لي واحد 2500 ولا 3000 درهم شهريا، انا ما بغيتهاش، انا بغيت الراحه ديالي والراحه ديال وليداتي. هنا انا كنتفادى الصداع، باش ما نتحكم مع وحده ما تحكم معايا وحده. انت الا كنتي مضطره انك تكري دارك او لا انك تكري عند الناس، فهادشي اللي غادي ديري كريتيها، راكي غتحيدي واحد لاصوم باش غادي تصلحي به نهار غادي يخرجوا. كريتي عند الناس غادي تحاولي انك من النهار الاول مثلا قالت لك ما تقبيش مالي، يقول من النهار الاول ما تدخلينيش لدارك. فهمتي؟ هنا باش نبقاو كنجمعوا بطريقه زوينه وكندوزوا للاهداف ديالنا. كي قلت لكم كنديروا لا ليست ديال الهري، كنديروا لا ليست ديال الخضر والفواكه، كنديروا هذه كنديروا هذه كنديروا هذه. شنو الحاجه اللي كتهلك لنا الفلوس؟ مثلا انا غير كاريه وولادي معقداهم وكل نهار كنعطيهم العصا، وبامكاني انني مثلا يعني نجمع واحد لاصوم وداك الشيء كيبقى لك صغير. راه العائله راه كتنفع في هذه المواقف، راه ما تقولش لا ما كاينه عائله، ما كاين، راه كاين اللي ما عندوش العائله وكاين اللي عنده العائله، كاين باك كاين امك كاين عمك خالك. الا ما نفعوكش في هذه الوقيته هذه فوقاش غينفعوك؟ الا كان عندهم بطبيعه الحال، ما كانش عندهم الله يحسن العوان الجامع. فهمتي؟ ولكن ربي كيفرجها عليك. شوفي اقسم لك يمينا الى الله كيفتح عليك بيبان الرزق. كتكوني غير مؤمنه بالله، كتكوني كديري العباده ديالك، كتكوني كديري الاذكار بنيه انك غديري الدار ديالك، كتبقاي كتجمعي. دارت مثلا هذه ب 10000 ريال في الشهر غندخل فيها، هذيك 10000 ريال في الشهر كتمشي مع ولادي غير في السقاطه وغير في الخوا الخاوي وغير في الطاكسيات، وكل نهار انا غادا بهم ها ماكدو ها ريستورا هذه ماشي كل نهار، كل سيمانه. انا ما غنخرجش في هذه كل سيمانه، انا نخرجهم مره في 15 يوم. الا زعما انا كاع ما كنقدرش نصبر، الا كنت كنقدر نصبر غندير مره في الشهر، مثلا نهار 29 ولا نهار واحد الله غنخرجهم، غنديهم فين ما بغاو، حداكم شي مدينه صغيره وزوينه غتديبلاصاو ليها، غتحسوا براسكم انكم سافرتوا فوجتوا شديتوا الطريق، حسيتوا بداك السفر يعني بعيد عليكم غير بواحد الساعه 40 دقيقه، ماشي زعما بعيده بزاف، وبدلتوا النفسيه ديالكم مره في الشهر. ديك الخريجه هذيك كنحدد ليها مثلا 500 درهم ولا 400 درهم، واحد 150 درهم ديال المازوت، داكشي اللي بقى كفيته باش نشويو المناضه هذه. فهمتي؟ اولا مثلا نشريو لي ساندويتش، ولا يعني يستحسن انكم كلشي تقادوه في الدار. داكشي ديال الزنقه راه كنقول لكم ما تشريوش، ولكن هادشي مره كتضطري كتكوني مضطره انك تاخديه، فكلشي كديريه في الدار. حاجه واحده اخرى كتحاسبي نفسك، هادشي كنهضر معاك انا، سواء كنتي باغا ديري الذهب، سواء كنتي باغا ديري الطوموبيل، سواء كنتي باغا ديري دار، سواء كنتي باغا ديري عمره، سواء كنتي باغا تاخد اللي كنتي بغيتي ديريه، راه يطبق هادشي اللي كنقولوا انا راه كيطبق عليكم كاملين. فهمتوا البنات؟ كنولي كنحاسب راسي، كناخذ الورقه والستيلو في الاخر ديال النهار، كل نهار، باش ما كنحاسبوش راسنا في الشهر وما كنحاسبوش راسنا في السيمانه. شكون اللي كيحاسب راسو حتى للشهر او حتى للسيمانه؟ اللي كيكون ديجا بزاف ديال الحوايج واصل ليهم. اما اللي كيكون خصو ما عندك حتى حاجه من هادشي هذا، كتحاسبي راسك كل نهار. فهمتي؟ كل نهار كتحاسبي راسك شنو كتقولي في الاخر ديال النهار، كتقولي انا شريت هذه ماشي ضروريه وشريتها مثلا 10 دراهم ساويه، مشيت شريت الحرشه من الزنقه وما شبعتش ولادي ولاويه وحالتها حاله وطاحت عليا غاليه، وكان بامكاني نشري السميده والزيت عندي في الدار والبوطه كاينه في الدار وكلشي كاين في الدار ونطيبها، ولكن درت غلط، شريت مثلا واحد 10 دراهم ولا 15 درهم ديال الحرشه، ما شبعتش ولادي ولاويه وما جاتش ليها البركه. حاجه الزنقه ما فيهاش البركه، نكونوا واضحين.
كتجيبي نص كيلو ديال السميده كيوكلك انت وولادك، وكل واحد كياكل 2 طريفات واتاي وبخير. كتشري من الزنقه شحال ما شريتي والله ما يقدك، وكدوزي غير واحد 4 ساعات كتجيك الغوله ديال الجوع. هذه انا عن نفسي ما، يعني انا شخصيا كنعاني من هذا الشيء هذا، انت ما عرفتش. المهم انا كنهضر على راسي في هذه النقطه هذه. كنولي نحاسب راسي في الغدا مثلا، كان بامكاني ندير واحد الكوكوط ديال الدواز مثلا، بطاطا وواحد واحد الميكه ديال الدجاج، اولا خضيره وميكه ديال الدجاج، اولا واحد الطاجين. قمت انا درت لهم طاكوس، درت لهم بيتزا، وقليت لهم الفريت، وخسرت العدد وخسرت الكفته ولي صوص والورقه وهادي، وطاح عليا الغدا بواحد 70 ولا 80 درهم. وانا داك 70 ولا 80 درهم انا مواعداهم كل حد نصاوب ليهم طاكوس، نصاوب لهم بيتزا، نصاوب لكم البرجر، نصاوب لهم، ولكن انا الجدول ديال الاكل خطيته. هذا غلط، يعني خصني نربي راسي. فاش كنبغيو نديرو شي وصفه شي وجبه ولا شي هو اللي كتاخذ منا الفلوس بزاف، هذيك كنديروها في الويكاند، يا السبت يا الحد، وكنتجمعوا عليها وكنديروها على حقها وطريقها بلي صوص بكلشي. لا، ولكن في وسط السيمانه كاين كسكسو، كاين برماش، كاين الناس كيسولوني بزاف على برماش البنات. فوق ما كنذكر نقول شنو هو برماش البنات. حنا المكانسه كنقولوا برماش نتوما كتقولوا ما عرفتش انا بالضبط شنو كتسميوه، حيتاش داك المصطلحات ديالكم حنا كنستعملوها في حاجه اخرى. مثلا البرماش هي فاش كنشدو المسمنه وكنفرتتوها وكنديروا فوق منها المرقه، هذاك هو برماش. كاينه الرفيسه، ديك الرفيسه حنا كنقولوها لحاجه وحده اخرى عاوتاني كنقولوها فرتوته. فهمتوا؟ كل واحد يمكن نتوما كتقولوا لها رفيسه. المهم حنا اختي المكانسه كنقولوا برماش، كنقولوا الزميطه، كنقولوا سيكيته، كنقولوا المهم هادشي اللي كاين البنات. وانتم كل وحده. تحيه لبنات المدن كاملين، كل وحده اختي وشنو كاين. صافي البنات، شنو اخر؟ آه, كتحاسبي راسك وثيقي بيا قسما بالله العظيم. راه النهار فاش غادي تولي كتحاسبي راسك بالورقه والستيلو راه غديري دارك. وحاجه واحده اخرى، شتي الدار الا بقيتي مركزه معاها بزاف، هذه نقطه مهمه بزاف تسطري لي عليها. راه الا ركزتي معاها وبقيتي تابعاها غتهرب منك. ديري غير هاد الخطوات اللي انا قلت لك وما تبقايش معقده. يعني حاسبي راسك في الليل، ها شنو درت شنو درت شنو درت. حاسبي راسك في الخراجات ديالك 4 مرات في الشهر ما صالحاش ليك. حاسبي راسك في اللائحه ديال الهري. حاسبي راسك في الفلوس اللي كتمشي. ديري دارس مع الناس الا كنتي ما كتثقيش فيهم وكتخافي، ديري دارس مع راسك واحد الصناديقه عند غادي تصوبيها عند السدر ولا غادي تصوبيها عند داك ديال الخشب. هي ديال الخشب ساهله في الحله بصراحه الله، من احسن نديرو ديال السدر. كديري واحد الصناديقه وكنتي خايفه لا تصدى ديري ديال الخشب. هي تكون عندك العزيمه والاراده والصبر، وكتبقاي كتحطي فيها. هذه فلوس لاصوص اطرميها فيها. هذه فلوس ديال هاد الحد هذه غنخرج كنت غنخسر 200 درهم غتلوحيها فيها. هذه فلوس هذه غتلوحيها فيها. هذه انا عندي 10 بيجامات في الدار وبغيت نزيد وحده اخرى، غنقرص راسي مزيان وغنحيدها وغنديرها فيها واحد 4000 ريال البيجامه. هذه غنحطها فيها وانتي غاده وما تبقايش مركزه مع الدار. ضربي 5 سنين مثلا، حنا في 2026 ضربيها في 2031 ولا 2032. 2032 غنحلها. 2032 غتلقاي فيه واحد المبلغ مهم جدا. عرفتي مهم جدا؟ هادي فحال تما كنتي ما كديري ما، يعني خفتي لا الذهب مثلا يبقى مستقر او لا يهبط، كنتي تغامري. كيقول لك غامر ولا غادر. كل نهار كل مره جمعتي 5000 درهم سيري شريها خاتم. 5000 درهم خاتم، 5000 درهم سلسله، 5000 درهم طار، 5000 وانتي غاده. اي 3 غرام 2 غرام 3 غرام 2 غرام 3 غرام 2 غرام، غضربي واحد 6 سنين ولا 7 سنين. الا كنتي مثلا غتجمعي 15 مليون في ديك الحصاله، مع داك الذهب هذاك تقدري تمشي تبيعيه. هو ساوي 15 مليون عندك انت مثلا شاريه ب 15 مليون، ولكن عند مول الذهبي غيعطيك 20 مليون. هاد الخطوه هذه كان بامكاني نديرها شحال هذا وما درتهاش. يعني وقيته لي كانت الفلوس وكانت الخدمه وكان تبارك الله كان الصالير كيدخل وبزاف ديال الحوايج، ولكن ما درتهاش
لكن كنت عطاتني الفرصة مرة أخرى غنديرها. بالنسبة لنا حنا الدار البنات، حنا الدار ما كناش هازين لها الهم، ما كناش دايرين راسنا فيها، ويعني كنا كنخرجوا، ما نقولكمش كل سيمانه كنخرجوا، لكن كنا كنخرجوا احسن من دابا. انا الوقيته اللي كنت كاريه كنت عايشه احسن من دابا، يعني كنخرجوا كنتكساو كندوروا يعني بزاف د الحوايج كنا عايشينهم زوينين. دابا ما عرفتش، المهم دابا بزاف ديال الحوايج وقعوا، ماشي ماديه ولكن حتى نفسيه، يعني ما بقاش الرغبه ديال الخروج. بحال دابا انا غير مؤخرا كيولي نمشيو لفلان يلاه نمشي، والله ما بغيت نمشي، راه كل حد كيبقى لاصق فيا، ما بغيتش نمشي صافي، ما عندي ديك الرغبه ديال الخروج، مابقاش عندي. غنخرج غنرجع راسي غيضرني، نقدر نلقى الطريق مسدوده، داك الزحام ديال هاد الوقيته هادي، الناس كيجيو من كازا ومن مراكش ومن كناس ومن فاس ومن فين غتخرجي؟ صافي يعني وليت كندير. ولكن هاد الدار هادي كيفاش جات، حنا راني كنت عاودت لكم، كنا يعني حنا ممكن تستثمري في ممكن تستثمري الفلوس في الذهب، ممكن تستثمريها في بقعه. انا الزوج ديالي كان مستثمرها في بقعه، فهمتي؟ يعني لقاها تزادت له، وعاوتاني يعني نفس الطريق، يا غتستثمري في الذهب يا غتستثمري في بقعه، راه من بعد واحد 10 سنوات راه بجوجهم غيعطيوك نفس الثمار. ربما البقعه غتعطيك اكثر، ولكن البقعه في هذا الوقت هذا شويه صعيب باش تشريها. شحال هذه كانت، شحال ديال البنات كانت الغفله، غير قبل كورونا كانت الغفله، دابا ما بقاتش الغفله. دابا ولا خصك تخدمي راسك 10 ديال، خصك تخدمي عقلك 10 د المرات. الا كنتي كتستخدميه غير مره واحده قبل كورونا، خصك دابا تولي كتستخدميه 10 د المرات، وخصك تولي كتحاسبي مع راسك اكثر. راه قبل كورونا كنا عايشين حياه افضل، وكنا عايشين حياه يعني مستقره، كنا عايشين حياه ما كنهزوش هم الغدا. عندك الفلوس اليوم كتمشي كتاكلي كتشربي كتكساي كديري لا غدا ليه على الله، وتا دابا الغدا على الله. ولكن مع هاد الشيء اللي واقع في العالم ما بقيناش مستقرين حاليا، الاستقرار ما كاينش مع هاد الحروبات اللي كاينين. رغم ان المغرب الحمد لله، اللهم لك الحمد لله، والله يدومها علينا نعمه ديال الامان، لكن راه اي حرب وقعات خارجيه راه كنتضرروا منها حتى حنايا، يعني حتى حنا ما عايشينش في الاستقرار. هادشي اللي خلى الذهب يتزاد، هادشي اللي خلى المازوط يتزاد، هادشي اللي خلانا ولينا كنخافوا، هادشي اللي خلى الناس ولات يعني يعني العقليه ديالها تفتحات اكثر على بيت الخزين، على الذهب، على يعني خصها غير ما دير مثلا شي دار شي هادي، فهمتي؟ ما بقاتش كتبغي تخسر فلوسها في الخوا الخاوي. شحال هادي راه الشراوت كانوا دايننا العقل، دابا مبقاوش دايننا العقل، ولا الذهب دايننا العقل، فهمتوا؟ دابا كنقولوا يا ربي رجع دابا غير 10000 ريال ونديرو. الحمد لله، اللهم لك الحمد. وراه ربي غادي يرزقنا من حيث لا نحتسب ان شاء الله باذن الله، غير الدعاء واليقين والقلب يكون زوين، والله يسهل على الجميع يا ربي. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، بسلامه.